كوباية منه ما تاكلش طول الشهر. شاب مبرمج شغال في سيليكون فالي بأمريكا، عليه ضغط شغل كتير جدا ودايما بينسى ياكل لأنه بيحس بمشقة كبيرة في اختيار الأكل زي كده، وقت كبير بيقضيه في عمل الأكل الصحي، وبالنسبة له الأكل الغير صحي هيكون مضر جدا، خصوصا إن بطبيعة عمله ما عندوش وقت يلعب رياضة زيك بالظبط. ففكر في فكرة كلنا فكرنا فيها، وليه ما يكونش فيه مشروب او برشام اخده اشبع وما يكونش ليه اضرار صحيه كمان؟ فكره خياليه بحته، ولكن بحكم انه مبرمج وبيقدر يعمل من ارقام بسيطه زي 0 و1 صوره جميله زي اللي بتظهر على شاشتك، قرر ينفذ الفكره، وفعلا قدر يعرف من كتب الكيمياء الحيويه ان في 35 مكون كيميائي مسؤولين عن بقاء الانسان ومصدرهم هو الاكل. وقال هو انا لو جمعت المكونات ديت في ميه وشربتها، هو مش كده المفروض ان اشبع وكمان الصحة تبقى كويسة؟ وفعلا قرر يجرب وصنع ما يسمى بالسويلنت سنة 2013. اختراع ثوري وسط المجاعات الموجودة وقلة الموارد وانتشار الأكل الغير صحي. وقرر المبرمج روب راينهارت ينفذ فكرته على نفسه ويستغنى عن الأكل لمدة 30 يوم، وكان كل يوم بيشرب ما يعادل 2000 سعر حراري من المشروب اللي اخترعه واللي بيكون كامل عناصر غذائية. والمفاجأة كانت نجاح تجربته، وقدر يشبع وسجل اختراعه، واصبح سويلنت بيتباع دلوقتي في جميع انحاء امريكا. اليوتيوب حاليا مليان بتجارب مشابهه مع المشروب ده واسئله كتير، هل هو مضر ولا لا؟ وتقدر انت تشوف التجارب دي بنفسك، لكن للاسف مش دايما الدنيا وردي. المشروب سبب لبعض الناس مشاكل في الهضم واثار جانبيه كتير على المعده والقولون، بس برضه مش هزعلك لانه اتعمل عليه تعديلات وما بقاش ليه اثار جانبيه. المشروب ده ممكن يساعدك في اي دايت ممكن تفكر تعمله، وده لانه محدد فهتعرف تاخد اكلك كله من مصدر واحد وكمان مش هتجوع. قول لي بقى، لو المشروب ده موجود في مصر هتشتريه ولا لا؟